اهلا اهلا. النهارده هنعمل سوا الفراخ البانيه، بس الطريقه حلوه قوي، سهله ومبسطه كده، وتتبيله هتديلها طعم حلو قوي. وهنضيف عليها حاجه بسيطه قوي هتغير من طعمها خالص. مكون واحد كده هنعرفه سوا. يلا بينا نحضرها سوا. اول حاجه انا جبت البوله ونزلت فيها ببيضه وشويه من ميه البصل وعصير ليمونتين، والبهارات دي معلقه صغيره من كل حاجه، الملح والفلفل الاسود والبابريكا، ومعلقه من البهارات المشكله، واختياري نزلت بالمستردة. وبعدين هبتدي انزل بالشرايح الفراخ بتاعتي كده، الكميه المتاحه عندك. هنوزعها كويس كده، ويا سلام لو سيبناها في التلاجة اقل حاجه ساعتين او ليله كامله كده بتبقى خلصت. هنا التتبيله كوبايه من الدقيق، عليها نص كوبايه من ال ال نص كوبايه من البقسماط، ومعلقتين كبار من النشا، ونزلت بالمكون اللي عندي الجديد اللي هو شويه من السمسم. هتديلها طعم حلو قوي كده، وكمان قيمه غذائيه للاولاد، خصوصا ان انا عندي من النوعيه دي اللي ما بياكلش اي حاجه عليها سمسم، فلما دخلتها جوه التتبيله كانت حلوه قوي. هنا انا خلصتها وسبتها شويه في التلاجة. بعد ما بتخلص شويه في التلاجة كده، بقى ابتدي بقى اجيبها واسخن النار. اول ما ابتدي احط عليها النار انزلها بالشكل ده. ما بنقلبهاش في الاول خالص علشان الكفر ما يوقعش من عليه. بصوا الكفر، لو كان ينفع كنت سمعتكم الصوت، مقرمش جدا، والسمسم مديله نكهه وطعم حلو قوي. دي كانت الوصفه بتاعت النهارده. بصوا السمسم مديها لذة كده وطعم جديد ومختلف عن العادي. قرمشتها حلوة قوي، والكفر كمان ثابت عليه. جربوها كده، وجربوا تحطوا فيها التكنيك الجديد اللي هو السمسم، هيدوكوا طعم مميز. وهي فكرة كمان ان الولاد مش بياكلوا كتير على حاجات. يلا بالهنا والشفا مقدما. باي باي.